عايز تسمع أغنية لمحمد منير، اسمع أغنية أم الضفاير. الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي الكبير جمال بخيت، ومن ألحان الموسيقار الكبير أحمد منيب. الفنان الكاتب جمال بخيت شاعر غنائي كبير جدا يا جماعة، وكتب مئات الأغاني لعشرات المطربين، وكتب أغاني كتيرة جدا للفنان محمد منير. وعايز أقول معلومة صغيرة كده عنه، إن هو صاحب قصيدة دين أبوهم إيه. والحقيقة إن هو من الكتاب الكبار جدا، والحقيقة ياما أمتعنا بالشعر والدواوين الكثيرة الرائعة اللي كتبها لنا، وياما أخذ جوائز عن الأعمال والدواوين الرائعة اللي قدمها لنا. ليك البصاير يا حلوة يا ام الضفاير. الحقيقة الشاعر جمال بخيت في الأغنية دي مستخدم مفردات وكلمات نابعة من البيئة المصرية الأصيلة. اسمع معايا كده. لو يوم زماني ملي يكبر حنانك في ظلي. الحقيقة مش هنقعد بقى نتكلم عن ألحان الفنان أحمد منيب، موسيقى بتاعته بتتكلم عن نفسها، لحن بسيط و يعني بيمس الموضوع من العمق. والأداء بتاع الفنان محمد منير في الأغنية دي بصمة الحقيقة من الأغاني اللي لما تسمعها تعرف إن الفنان محمد منير أبدع جدا في الأغنية دي. وكمان يعني أغنية تاريخ، يعني أغنية من الأغاني اللي تتحط في التاريخ المعاصر للأغنية المصرية الحديثة. يا قلبي صبح ومسايا ما بين رحايا ورحايا.